لو عندك روبوت بقى وعايز تعمل له بروجرام ينفذ حاجه في نفسك فيها، تخليه ينفذ ايه؟ يشتغل لي. دي احسن حاجه. يشتغل هو. خلينا نرحب بضيفنا النهارده محمد. ازيك؟ كله تمام الحمد ايه لله. اخبارك؟ كله زي الفل. وحشت. وحضرتك والله اكتر. محمد، اولا عرفني بنفسك كده، انت في كليه ايه دلوقتي؟ انا محمد صبرا في سنه تانية كليه كمبيوتر ساينس جامعه اسكندريه. محمد، انت ابتديت من وعندك كام سنه بقى تدرس تكنولوجي؟ 6 سنين 7 سنين كده. مشوار كبير. كبير قوي. غير ايه في حياتك بقى؟ كتير يعني. الواحد دماغه اتطورت من وهو صغير. كان في دماغه خلاص الموضوع مذاكره بس مش اكتر، ان انا هذاكر وهخش الكليه وهبدا بقى اركز في الكليه وخلاص. اما الواحد دخل بقى المسابقات مع الكورسات البروجرامينج، دخل على عالم تاني خالص. انت قدامك مشاكل كتير بتقابلها، بتحاول تحلها. طب انا ممكن احل دي ازاي؟ فطول الوقت انت دماغك بتنمو مع الوقت، بتخش في الكارير اكتر، بتكتشف حاجات اوسع بكتير واحلى بكتير. كونسبت البروبلم سولفينج، ان انت قدامك بروبلم وتحاول تحلها بشتى الطرق، طرق كتيره قوي. فالكونسبت نفسه حلو قوي، بيطور من دماغ البني ادم. محمد، انت اول ما ابتديت هل كان بيواجهك صعوبات او حاجه اول ما ابتديت تكنولوجي طبعا انا دخلت على موضوع جديد اول مره اشوفه. انت بديت بقى بروجرامينج، سينتاكس، طريقه كتابه مختلفه. هي انجلش شويه بس طبعا مش انجلش خالص، بعيدا تماما عن الانجليش. السينتاكس مختلف، طريقه التفكير مختلفه. انت في المذاكره كان قدامك الحاجه بتذاكرها وتحلها. في امتحانات بقى، في كويزز، انت دلوقتي داخل على سؤال او بروجكت عايز تعمله، فانت بتفكر اصلا ازاي هتوصل للناتج ده. احكي لي كده، اول كورس لما خدته حصل إيه؟ انا باول كورس خدته كان ابلكيشن ديفلوبمنت وانا عندي 6 7 سنين. ان انا اعمل ابلكيشن في لعبه عباره عن زي فار صغير بيطلع، وانت تحاول تدوس على الفار تلحقه قبل ما يخش الهول بتاعته. في بتاع 6 هولز مثلا، بيطلع منها بقى الفار من اي كويس، مكان. فاكر يعني. لا طبعا مش هقدر انساها، دي اول حاجه دخلتها. بس فكانت الفكره، طب انا هعمل كده ازاي؟ قعدت بقى افكر. شفت فيديوهات كتير قوي على اليوتيوب بيعملوا ازاي الموضوع ده. طلع في الاخر حاجه سهله قوي، ان انا اجيب صوره من على جوجل مثلا للهولز دي، والكاركتر بتاعي اللي هيطلع من الهولز دي، وبشويه سينتكس صغير على بايثون عرفت اوصل يعني للابلكيشن. عملت الابلكيشن ده وانا عندك 6 7 سنين وكانت حاجه روعه طبعا. انا روحت بقى طول اليوم، ماما انا عملت الابلكيشن، بص يا ماما نزليه وبتاع. تمام. كانت جميله قوي. وبعد كده ابتديت السكه بتاعتك، يعني من اول يوم كنت مبسوط طبعا. طيب، شايف التكنولوجي رايحه لفين؟ ايه المستقبل بتاع الاي اي هو انا شايف المستقبل كله تقريبا لازم يبقى ليك في التكنولوجي دي، لان سواء مجال طبي، مجال هندسي، مجال بيزنس، اي مجال دلوقتي بقى داخل فيه الاي اي بنسبه كبيره قوي. يعني دلوقتي حتى المستشفيات، لو انت عندك يعني كذا مريض، فانت محتاج لو بالاي اي هيبدا هو يديتكت حاجات بسرعه، انت ممكن تقعد تعمل اناليسيس فيها كتير. طبعا الهندسه فيها اي اي بحث كبير قوي. اه المجال البيزنس دلوقتي بقى فيه كونسبت الداتا اناليسيز والبيزنس اناليسيز. الحاجات دي كلها وفرت وقت كبير قوي. البني ادم كان بيقعد يعمله بايده مثلا على اكسل قبل الاي اي رايح سنين فين بقى؟ كتير. احنا طبعا يعني بالمنظر ده ان شاء الله ان شاء الله البني ادم في شغلانات كتير قوي هتختفي يعني. وفي شغلانات كتير هتظهر. وفي شغلانات كتير هتظهر يعني. طبعا بتاع الاي اي ده هيبقى عنصر اساسي. طبعا. يعني هي دلوقتي الكليات بتطلع دلوقتي مثلا كمبيوتر ساينس، وما كانتش ظاهره قوي طبعا زمان. دلوقتي بقت هي تقريبا الكارير الاساسي. سواء بقى انت حتى لو في هندسه، ناس كتيره قوي دلوقتي بقت شايفه لا طب ما انا ليه دخلت هندسه؟ انا عايز احول لكمبيوتر ساينس، دي هي المستقبل، ده هي شغلانتها دلوقتي متوفره اكتر بنسبه كبيره. كل الشركات بتبقى محتاجه على الاقل 3 4 بتوع كمبيوتر ساينس او بروجرامنج على الاقل. ايه الحاجات اللي انت كان بتستهواك وايه ذكرياتك في الموضوع؟ انا اول ما دخلت، انا طبعا كان عاجبني كارير البروجرامنج اكتر. فانا اول ما دخلت مسابقه اف ال ال 2022، فدخلت التيم بتاع البروجرامنج. طبعا احنا خدنا في الاول فكره عن الديزاين والبروجرامنج والرسم بقى على الاستوديو والحاجات دي كلها. بس البروجرامنج فكرته، انت قدامك روبوت المفروض تحركه، فبيبقى احساس جميل قوي لما تشوف اللي انت كتبته على الكود. يعني انت كنت بتعمل ابلكيشن ولا ويب ديفلوبينج، الحاجات دي كلها بتشوفها خلاص على الكمبيوتر. فاحساس جميل قوي لما تيجي تعمل بروجرامنج لروبوت وتشوف الحاجه دي بتتحرك قدامك وبتنفذ الكوماندز اللي انت بتديها لها. فقمه في المتعه صراحه. طيب، لو عندك روبوت بقى وعايز تعمل له بروجرام ينفذ حاجه في نفسك فيها، تخليه ينفذ ايه؟
يشتغل لي. دي احسن حاجه، يشتغل هو. تمام، حلو قوي على فكره. ما ده ممكن قوي يكون احد هو حاليا هي يعني حاجه زي شات جي بي تي وديب سيك والحاجات دي كلها موفره جدا. يعني انا طالب في الكليه دلوقتي، موفر عليها حاجات كتير قوي، يعني ملخصات مثلا بي دي افس بروجكتس وبتاع. هو ما بيعملش الحاجه كامله، بس بيوفر لي بدل ما انا اقعد اسيرش على ديتيلز كبيره قوي، هو بيجيب لي الديتيلز دي وبيشرح لي باكزامبل خفيف قوي، بيوفر عليا وقت كبير. هل بيحد من التفكير البني ادم ولا بيساعده ان هو يخلص حاجات اكتر؟ بالعكس، بيخلص حاجات اكتر ويطور من دماغه اكتر. يعني انا الوقت مثلا لو كنت هقعد ساعه ادور على معلومه، انا قعدت مثلا ربع ساعه ولا 10 دقائق لقيت المعلومه دي، وممكن اكون هو زود لي معلومات تانية ودوست فيها اكتر، لان هو الاي اي دلوقتي بيديك فكره عن المعلومه اللي انت عايزها، وبيزود لك في حتت تانية، بحيث ان انت لو عايز تبص عن المعلومات التانية دي. حابب تطلع ايه يا صبر يعني بعد التاريخ بتاعك ده والسكه اللي انت سلكتها؟ انا حاليا اللي بفكر فيه ان شاء الله ان انا عايز افتح فريلانس ايجنت. هي هتبدا كفريلانس كستارت اب ان شاء الله، بس بعد كده بقى هتبدا الشركات تطلب مننا بقى بروجكت سيستم ان شاء الله، البنك مثلا كده. حابب يبقى عندك الستارت اب بتاعك؟ ان شاء الله يعني كان قدامي مسابقه اعمل فيها بروجكت وديزاين روبوت واحركه وبتاع. طب انا عملت كل ده بنفسي، طب انا ليه خلاص بقى بعيدا عن المسابقات، ليه ما اعملش انا الستارت اب برضو بتاعي؟ ما هو نفس الكونسبت، ابدا انظم شغلي. طب السوق دلوقتي طالب ايه؟ طب انا محتاج مثلا عدد موظفين قد ايه؟ طب اجيب الكاستمرز دي ازاي؟ زي ما انا مثلا في المسابقات كنت زي الحكم اللي قدامي، اخليه اشده لان هو ينتبه فعلا للروبوت اللي انا عامله. طب ازاي اوريه حاجه جديده هو عمره ما شافها قبل كده؟ فكل الموضوع ده انا خدته من المسابقات صراحه. فقلت طب ليه؟ طب ما انا ممكن ابدا الستارت اب بتاعي بنفس الكونسيبت. بص، انا سعيد جدا باللي انت بتقوله ده، لان اي شاب بيبتدي ستارت اب انا عن نفسي يعني شوف الدعم اللي انت محتاجه كله وانا معاك فيه ان شاء الله. عشان تنفذ الستارت اب بتاعك ده ويطلع للنور ويكون احد الشركات الناشئه الناجحه. لان لو الشباب فعلا اتجه للكلام ده، آه، مصر هتفرق حاجه تانية خالص. وممكن ستارت اب من دول يكون له دخل اكتر من اي دخل كبير في الدوله. طبعا. يعني ممكن ينقلنا نقله تانية خالص لو المشروع بتاعك ده نجح. بجد يعني اشجعك تماما ان انت الستارت اب بتاعك. عايزك تكلمني، هل ان انت لما ابتديت من وانت 6 سنين لغايه ما دخلت الجامعه وبتتعلم تكنولوجي ومنغمس في الحياه دي، هل بعدتك عن الحياه الاجتماعيه وما بقتش اجتماعي ولا؟ خالص، دي خلتني ابقى اجتماعي اكتر. يعني انا اتعرفت طبعا على كميه صحاب هنا غير طبيعيه. اغلبيه صحابي تقريبا من مجال البروجرامينج. غير بقى طبعا انا كان عندي رهبه ان انا اقف قدام حد، اقف اتكلم واشرح له فكرتي ومن غير ما اتردد والكلام ده. اما دخلت المسابقه، انت واقف قدام حكم بتشرح له مشروعك وفكرتك، ولازم تقنعه ولازم تشده كمان ان هو يعني كانه شاف حاجه عمره ما شافها قبل كده. فطبعا كل دي سوفت سكيلز الواحد اكتسبها خليته في الكليه. انت دلوقتي واقف قدام دكتور ولا واقف قدام معيد، انا واقف بشرح له فكرتي، بشرح له المشروع بتاعي بكل بساطه. حتى لو انا عندي ديفكت في اي حاجه، بطريقه كلامي ممكن اخليه ما ياخدش باله من الديفكت ده، او اوري له ان انا فاهم بس مثلا عندي ايرور في الحته دي. فبالعكس خلتني اجتماعي اكتر بكتير، ان انا عارف ارتب كلامي، اتكلم ازاي كده. لغه الحوار بقى اللي كانت بتبقى بينك وبين ال الشباب اللي في التيم واللي في الكوميونتي بتاعك دي مختلفه عن لغه الحوار اللي ما بين الشباب التانيين اللي ما اتعلموش تكنولوجي؟ منطقي طبعا. يعني انا لما واقف بتكلم معاهم، اولا احنا فينا نفس الدماغ، لان احنا واخدين نفس الحاجه. الدماغ متطوره اكتر. يعني انا مثلا لما كنت بتعامل مع صحابي اللي من مجال الروبوتكس وكده، واقف بتكلم معاهم غير لما كنت بتعامل مع صحابي مثلا اللي في التمرين. حابك توجه رسالة للناس اللي هم لسه ما ابتدوش مجال التكنولوجي مم. ومشغولين بأي حاجة تانية، تحب تقول لهم؟ انا انصح بشده الدخول من مجال التكنولوجيا من وهم حتى صغيرين، من سن 3 سنين ولا 4 سنين. يعني انا اهلي الاثنين مهندسين كمبيوتر، فهم انا كنت بتشد جدا لطريقه الكلام ما بينهم، ازاي بيتكلموا في الحاجات دي. طب انا عايز افهم المجال ده. فما فعلا لقوا ان في سنتر تكنو فيوتشر بيدي حاجات روبوتكس وحاجات بروجرامينج. فانا اول ما دخلت، لا كونسبت تاني خالص، طورت من دماغي. يعني انا في ناس من وانا صغير كانوا بيقولوا لي انت دماغك اعلى من سنك، لان انا فعلا خدت حاجات حد تاني اكبر مني ب10 سنين ولا حاجه ما كانش لسه خدها. وكان في كورسات معينه انا كنت ببقى قاعد اصغر واحد في الكورس، وقدامي ناس اكبر مني بكتير، وفي نفس الوقت انا قاعد يعني نفس التفكير. فرق معاك دلوقتي في الجامعة؟ حاسس ان انت في فرق بينك وبين الناس يعني؟ طبعا يعني فرق معايا فرق شاسع. ان انا كمان بعد ما خدت كورسات اشتغلت انستراكتور شويه.
فكنت بشرح لطلبه، فكون انت كنت تشرح لطلبه فانت فاهم كان المعلومه. سنك كام بقى وانت بتشتغل انستراكتور؟ انا كان سني تقريبا 16 سنه ولا 17 سنه، حاجه صغيره قوي. بتدخل لطلبه وبيفهموا منك طبعا كنت بخش الطلبه، والطلبه كانت حباني كمان، يعني كانت في طلبه انا عايز مستر محمد، عايز مستر محمد. فكان كونسبت جميل قوي ان انت 16 سنه فرقت في وبتشرح. حياتك الحته دي ان انت اشتغلت بنفسك طبعا يعني كسيب؟ اه لا فرق كبير قوي انك وانت صغير واقف بتشرح لشباب والاطفال. انا في وقت من الاوقات كنت بشرح ناس اكبر مني وفي سني، انهم واقف وما زالوا يعني مدينك المقام ان انت برضو مستر وبتاع. فكونك انك عارف تشرح لشباب في سنك واصغر منك وتوصل لهم المعلومه صح، وتطلع برضو اجيال زي ما انت انستراكتورز تانيين طلعوك، فدي كانت حاجه متعه خالص، يعني انك كنت زيهم في وقت من الاوقات وبقيت دلوقتي انت اللي بتدرس الحاجات دي. رحله جميله جدا يا محمد بجد، وانا فخور ان يعني كنت شريك في الرحله دي معاك، وشايفك في التطور ده شكله عامل ازاي. ويا رب مستقبل جميل، وانا ان معاك شاء في الله، ان الستارت اب بتاعك. شاء الله، ونعمل حلقه بقى للستارت اب بتاعك مخصوص تشرح فيه الحاجات بتاعتك باذن الله. باذن الله. وبشكرك، ومستقبل بيها ان شاء الله. ربنا يخليك، شكرا. شكرا.